مقاييس الجمال عند الممثل مهمه جدا، وانت واحده من الممثلات اللي كنت ملك الجمال، وانا بشوف ان انت من الممثلات اللي كنت تقدري تاخدي مكانه كبيره قوي. بس انا بحسك يعني احيانا الامور يعني بتختاري بهدوء اكتر، بدقه اكتر، فده يمكن معطلك شويه. انا والله مش شايفاها عطل، انا شايفه احنا ما وراناش حاجه. فالناس يعني بالعكس، انا بحب استمتع بالحاجه، يعني انا من الناس اللي هم بيستمتعوا بالرحله اكتر من الوصول يعني، فانا بيفرق معايا ده، ما وريش حاجه على مهلي. بس انت ممثله شاطره يعني لا انا مش بجاملك، انت ممثله شاطره قوي، فانا مستغرب العطله دي منين؟ والله انا من وجهه نظري مش شايفه ان في، انا شايفه ان انا اعمل عمل او عملين في السنه ده كويس قوي. يعني انا اصلا لما بيتعرض عليا اتنين في نفس الوقت انا مش بقبلهم، عشان انا لا هدي ده حقه ولا هدي ده حقه، هاخد فلوس اكتر، هاخد شهره اكتر، بس ولا انا هبقى مبسوطه ولا هدي العمل حقه. لان انا بصور في المسلسل الواحد فوق ال 18 ساعه في اليوم، واروح اصور في المسلسل التاني 18 ساعه. طب هنام امتى؟ هاكل امتى؟ هتبسط باصحابي امتى؟ بعيلتي امتى؟ انا مش من العناصر، يعني ناس مش مصدقه الحاجات اللي انا رفضتها، اللي هو يعني في حد بيعمل كده، لا بس نتبسط باللي بنعمله احسن بكتير. طموحك في الوصول للنجوميه او ان انت تكوني البطله الاولى، اعتقد ده حق مشروع، نقدر نقول في خلال سنتين هو ده التارجت. يا رب ان شاء الله. انا شايف سيد بيقعد يقول لك عريس وحاجات كده يعني، في النهارده الانترفيو على سيد النهارده بيقول لك العريس ومش العريس وحاجات كده، وانت مش مهتميه اصلا بالموضوع ده، مهتميه بالشغل. لا مش مهتميه بالموضوع ده، سيبوني في حالي. مفيش حاجه، والله مفيش حاجه. يعني هل يعني في اشاعات طلعت ان لا مفيش اي اشاعات، انتوا اللي بتطلعوا دلوقتي اشاعات. مفيش، انا برد على سيد. مفيش اي اشاعات، لا مفيش اي حاجه. مين النجم اللي نفسك تشتغلي معاه؟ لا كلهم طبعا والله، واللي اشتغلت معاهم اتبسطت بيهم قوي. يعني شرنوبي بحبه جدا، شريف منير بحبه جدا، توته وخاطر بحبهم جدا، نضال الشافعي طبعا، ادوارد، حجازي، مش عايزه انسى حد. كل اللي اشتغلت معاهم استمتعت جدا بالبطوله معاه، جدا جدا جدا، وممتعين في كواليس وممتعين قدام الكاميرا بالعكس. عندك اطلاله او طله، دي بتبقى من عند ربنا، في كاريزما دي برضو من عند ربنا، فدي اللي يمكن الحاجات دي اللي بتأهلك انك تكوني محبوبه جماهيريا اكتر في الشارع على السوشيال ميديا. دي ما بتحصلش كتير ومن غير بقى لجان وبتاع، انا مش شايفها مع الطبيعه. والله لو ده اللي موجود يعني شكرا، انا مبسوطه قوي. ده شيء يسعدني يعني. الشياكه النهارده سبونسرد باي ميستيك، والميك اب انا اللي عاملاه يوجوالي، والجوليريز بتاعتي. في كلام ان انت ممكن تبقي موجوده في عمل مهم، انا مش هقوله، بس انا عارف ان هو حاجه كده تبع موسم الرياض. انا اقول اسمه؟ لا ده احنا مضينا، يعني لما يحصل حاجه ان شاء الله انا بعلن على طول والله. ايه رايك في التطور اللي حصل في السعوديه وموسم الرياض وتدخلهم ان هم يعملوا انتاجات ضخمه زي ولاد رزق؟ حلو جدا، ايه المشكله؟ انا شايفه ما دام العمل جيد، ما دام الناس مستمتعه، ما دام ما فيش حاجه بتضر اي شخص او اي هيئه، ليه لا؟